تخيل انك في مدينة ضخمة جدا فيها ملايين البيوت، وكل بيت له رقم معين. انت عايز تزور واحد صاحبك لكن ما تعرفش غير اسمه. الحل ايه هو؟ بتروح على مكتب دليل العناوين، تقول له الاسم وهم يدوك العنوان بالظبط. الانترنت بيشتغل بنفس الفكرة، DNS او دومين نيم سيستم. دومين نيم سيستم ده هو مكتب العناوين اللي بنستخدمه علشان نحول اي اسم للعنوان بتاعه. ليه الدي ان اس اصلا موجود؟ في بدايه الانترنت كان التواصل بيتم باستخدام اي بي ادرس، اللي هو بيبقى عباره عن 4 ارقام بينهم دوتس، وده كان مرهق جدا للبشر. مستحيل نحفظ ملايين الارقام اللي زي دي، فكان الحل اننا نربط الارقام دي باسماء سهله زي جوجل دوت كوم، يوتيوب دوت كوم او فيسبوك دوت كوم. وهنا ظهر الدي ان اس علشان يترجم الاسماء دي لعناوين اي بي يفهمها الكمبيوتر. ايه اللي بيحصل ورا الكواليس؟ تخيل انك كتبت example.com في البراوزر. رقم 1 الدي ان اس ريزولفر، ودي اول محطة بيقابلها الريكوست بتاعك علشان يحول النيم دوت لاي بي، وده بيكون في الراوتر بتاعك او بعد كده عند الانترنت بروفايدر زي مثلا فودافون او اي شركة هي اللي بتديك الانترنت. بيكون عندهم اول محطة في الدي ان اس ريزولفر، وبعدين ده بيسال حاجه اعلى منه اسمها الروت دي ان اس. الروت دي ان اس ده اللي بيبقى فيه الهيكل الكبير قوي اللي بيربط كل نطاق، كل دومين زي دوت كوم او دوت نت او غيره بالسيرفرات المسؤوله عن الدومينز دي، والسيرفرات دي اسمها توب ليفل دومينز TLD. التوب ليفل دومين دوت هو اللي بيبقى عارف كل دومين هو مسؤول عنه يوديه فين عشان يحل او يريزولف اسم معين. فانت هتقول له انا عايز example.com، هو هيقول لك روح كلم السيرفر ده وهو اللي هيعرف يجيب لك التفاصيل دي. بيجي بعد كده الاوثوريتيف دي ان اس سيرفر، ده بقى المصدر النهائي دوت، هو اللي عنده كل الريكوردز او التفاصيل اللي مرتبطه بالاي بي ده، وبعدين بيرجع بكل ده للمتصفح. الريزولفر اللي انت سألته في الاول هياخد الرد ده ويرجعه للبراوزر، والبراوزر بيبدأ يتواصل مع السيرفر من بعد كده باستخدام الاي بي ادرس اللي رجع له بعد رحلة الدي ان اس الطويلة دي اللي احنا اتكلمنا عليها. ايه هي انواع الدي ان اس سيرفرز تاني بايجاز اللي احنا استخدمناها في الرحلة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية؟ اول حاجة دي ان اس ريزولفر، ده اللي قلنا ده اللي بيستقبل اول سؤال في الاول خالص، بيوجهك على الروت سيرفر. تاني الروت سيرفر بيبقى عارف كل دومين هنروح نسأل مين علشان نجيب الاي بي ادرس ده. وبعدين التوب ليفل دومين سيرفر، وده اللي بيبقى عنده كل الدومينز المختلفة يروح فين عشان يجيب الادرس بتاعه. في الاخر بيجي عندنا الاوثوريتيف سيرفر، وده اللي بيبقى عنده الدومين بتاعك ايه هي كل الريكوردز اللي متسجلة ليه. والكيشنج سيرفر ده اللي بيخزن الردود عشان تقدر تجيب الريكوردز دي بشكل سريع، مش لازم كل مرة تلف اللفة دي كلها علشان تريزولف اي نيم. طب مين هو الدي ان اس ريجسترر او المسجل؟ انت لما بتروح تشتري دومين بتتعامل مع دومين ريجسترر زي جوجل دومينز او جو دادي او غيرهم، وده وظيفته سهلة قوي بالنسبة لك. بتسجل الدومين عنده وهو اللي بيديك لوحة تحكم او بانل تقدر تتحكم فيها بالريكوردز بتاعة الدومين بتاعك، وده بعد كده اللي هيربط الدومين ده بالاوثوريتيف دي ان اس سيرفرز اللي انت بتختارها وانت بتعمل الكونفيجريشن بتاعه الدي ان اس او النيم بتاعك. نرجع بقى لحاجه مهمه قوي احنا ذكرناها وهي الدي ان اس ريكورد. ايه هو الدي ان اس ريكورد؟ الدي ان اس ريكورد هو سجل او تعليمات، مجموعه انستراكشنز على الاوثوريتيف دي ان اس سيرفر، وكل ريكورد او كل سجل من دول بيحدد حاجه معينه. عنوان السيرفر، الايميلات اللي شغال على السيرفر ده نروح لها فين، عندك اسماء بديله او سي نيمز مرتبطه بالدومين ده، عندك شويه كونفيجريشنز مرتبطه بالفيريفيكيشن او السكيورتي، تقدر كل ده تخزنه وتتحكم فيه من الريكوردز بتاعت الدومين بتاعك. على سبيل المثال لو حد سأل عن example.com هتبعت له الاي بي ده. طيب لو حد عايز يبعت ايميل لدومين لايميل على الدومين ده، فالريكورد اللي مسؤول عن الايميل بيقول فين الاي بي بتاع الايميل سيرفر، وهكذا. طب ايه هي انواع بقى الدي ان اس ريكوردز دي؟ عندك الاي ريكورد دوت بيربط الكونفيجريشن دي باي بي فيرجن 4 اللي هو الاي بي بتاعنا اللي هو 4 بارتس بينهم دوتس. وعندك ال 4 اي ريكورد دوت الاي بي في 6 في فيرجن تانية من الاي بيز اطول شويه من الاي بي 4. عندك السي نيم ريكورد، ده اللي بيقول لك لو في عندك تشايلد دومين او سب دومين بنربطه باي بي ادرس ازاي. عندك الام اكس ريكوردز
ودي بتاعت الايميلات TXT records، وديت بتخزن بيها بيانات عامه بنحدد بيها verification او security او كودز معينه انا عايز اخزنها على الدومين. وفي كمان اهم ريكورد بيتخزن في ريجسترر او في البانل بتاعتك، وهو ال NS records، ودي اللي بتقول مين ال DNS authoritative servers المسؤولة عن الدومين بتاعك. دلوقتي تعالى نتكلم في نقطة مهمة قوي، وهي الكيشنج. الكيشنج بيخلينا نوفر كل الوقت ده اللي احنا استهلكناه علشان نريزولف نيم لاي بي ادرس. مش لازم كل مرة نعيد الرحلة دي كلها علشان نعرف الاي بي بتاع الدومين بتاعك. بنخزن دوت وبنستخدمه عندنا. بنخزنه فين وبنستخدمه قد ايه؟ في حاجة اسمها TTL، ودي مهمة جدا في كل دومين. TTL ده التايم اللي السيرفر ده يقدر يخزن اي بي ادرس بتاع الدومين ده من غير ما يلف الرحله دي تاني. فانا كل مره بريكوست اي بي ادرس لدومين بيجي لي الاي بي ادرس بتاع الدومين ده معاه التي تي ال اللي يقول لي لو سمحت الاي بي ادرس اللي جالك ده استخدمه لمده معينه وليكن ساعه. فده بيخلي البراوزنج اسرع كتير، لان انا مش كل مره اروح اسال الدي ان اس، وكمان بيقلل البريشر على الدي ان اس سيرفرز، وبيقلل من استهلاكنا للنتورك بشكل عام. فمش كل ريكوست اروح للدي ان اس سيرفرز واسال على الاي بي ادرس بتاعه. بيتخزن فين بقى؟ بيتخزن في البراوزر، بيتخزن في الاوبريتنج سيستم، بيتخزن عند الاي اس بي، بيتخزن في سيرفرز تانية برضه في النص، جوجل دي ان اس. في دي ان اس سيرفرز كتير قوي بتخزن ده، ودايما بتخزن لمده التي ال ال بتاعه الاي بي ادرس او بتاعه الدومين فيرسس الاي بي ادرس بتاعه. طيب عندنا نوعين من التي تي الز لازم ناخد بالنا منهم، التي تي الز الكبير والتي تي الز الصغير. لو مدته كبيره الاي بي ادرس هيتخزن لمده كبيره، لو تكن مثلا ساعه او 24 ساعه على حسب الكونفيجريشن. وممكن التي تي ال يبقى اصغر علشان خاطر انت عايز كل شويه تجيب الاي بي ادرس بتاع الدي ان اس ده او بتاع الدومين ده. مشكله الكبير انك انت هتفضل مثبت الاي بي ادرس ده لمده طويله، فاي تغيير انت عملته في الكونفيجريشن بتاعتك مش هيسمع على الانترنت ومحدش هيشوفه. مشكله الصغير انه هيعمل بريشر على الدي ان اس سيرفرز، وكمان هيقلل البرفورمانس، هو هيبطئ الويب سايت بتاعك، لان انت كل شويه بتروح تسال الدي ان اس سيرفرز وبتلف في كل الرحله اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. فلازم انت بتكون بتوازن بين التي تي ال الكبير والتي تي ال الصغير على حسب احتياجك. بس في الغالب في اول ما بتكون شغال على كونفيجريشن او على اي تغيير في الويب سايت بتستخدم تي تي ال صغير عشان عارف ان انت بتغير الاي بي ادرس بشكل متواصل. بعد ما الويب سايت بيبقى ستيبل وخلاص خلصنا شغل عليه، في الغالب بتغير ده لتي تي ال اطول. خلينا نتكلم على شويه مشاكل مشهوره مرتبطه بالدي ان اس وتهم اي حد وبالذات الديفلوبرز. عندك مثلا البروباجيشن ديلي، التاخير اللي بياخده الدي ان اس عشان التغييرات بتاعتك تنتشر وتتشاف على كل النتورك. دي ان اس سبوفنج، ودي هجمات بتحصل على الدي ان اس سيرفر بشكل متكرر. وفي حاجات ليها علاقه بالسكيورتي زي الدي ان اس سيك، ودوت كونفيجريشن انت بتعملها علشان تحمي بياناتك اللي على الدي ان اس. بالنسبه للديفلوبرز، المطور ديفلوبر بيتعامل مع دي ان اس طول الوقت، واهم الحاجات اللي الديفلوبر بيتعامل فيها مع دي ان اس، مثلا عندك ويب سايت جديد تعمل كونفيجريشن من الاول، تستخدم ريجسترر عشان تحط الدومين بتاعك. عندك مثلا عايز تعمل سب دومين، تعمل سي نيم او ريكورد جديد على الدي ان اس بتاعك. ممكن يبقى عندك انفايرمنتس مختلفه للسيستم بتاعك، فdiv.example.com بيودي على اي بي ادرس، staging.example.com بيودي على اي بي ادرس تاني، prod.example.com بيودي على اي بي ادرس تالت، وهكذا. كل دي حاجات الديفلوبر بيتعامل فيها مع دي ان اس بشكل مباشر او غير مباشر. الكونفيجريشن مثلا بتاعه الميل، الام اكس ريكوردز، الديفلوبر بيحتاج يعمل دومين للايميلز اللي على السيرفر ده، يعملها مره واحده او اكتر من مره. التي اكس تي ريكوردز دي لما بتكون انت بتعمل فيريفيكيشن على جوجل او على كاستم دومين بتستخدم التي اكس ريكوردز عشان خاطر تعمل ده. عندك اللود بالانسنج، انت ممكن تعمل اكتر من ريكورد على الدومين بتاعك عشان يبالانس ما بين اي بي ادريسز مختلفه. ممكن تستخدم سي دي ان، ودي حاجة تانية هنشرحها في فيديو منفصل، ولكن دي اللي بتسرع تحميل اي فايل عندك من الدي ان اس اسرع من
انك انت تتعامل مع السيرفر بشكل مباشر، بتستخدم السي دي ان. التي تي ال من ضمن الحاجات اللي الديفلوبرز بيتعاملوا معاها بشكل كبير جدا، ومن ضمن الحاجات اللي بتاخد وقت كتير عشان تعمل انفستيجيشن وعلشان تديبج المشاكل بتاعتك. ليه مهم تبقى فاهم التي تي ال ومشاكله؟ التي تي ال بالنسبه للديفلوبر ان هو لازم يكون فاهم ان كل ما تي تي ال يطول، كل ما التغييرات اللي بيعملها بتاخد وقت علشان توصل لليوزرز. كل ما بيأثر كل ما بيحط بريشر على الويب سايت وعلى الدي ان اس بتاعك. عشان كده بنحتاج نوازن دي في اوقات اللي احنا شغالين فيها على الويب سايت. في الاخر الدي ان اس ده هو زي ما قلنا دفتر التليفونات او دليل التليفونات اللي فيه كل العناوين اللي على الانترنت. من غير الدي ان اس كنا هنبقى مضطرين نحفظ اي بي ادريسيز لكل ويب سايت، ودي طبعا حاجه مستحيله. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عايز تكمل رحلتك في اساسيات الانترنت شوف الفيديو التاني عن ال HTTP عشان تفهم ازاي البراوزر بيتكلم مع السيرفر وايه الفاليو بتاعت الدي ان اس في اول الرحله بتاعت ال HTTP. وكمان في فيديو تاني عن ال HTTPS اللي بيشرح ازاي بنحل مشاكل ال HTTP بالنسبه لتشفير الداتا والسكيورتي بتاعتها. في الاخر لو عجبك الفيديو اشترك في القناه علشان توصلك باقي الفيديوهات وتقدر تبني صوره كامله عن الانترنت ازاي بيشتغل بالتفصيل.